كتير الواحد منا جسمه بيوجعه او بيتخبط ويحصل له كدمات، وبيجي اول حاجه في دماغه ممكن يستخدمها هو الكمادات. طب هيجي سؤال في دماغك، استخدم كمادات الميه الساقعه ولا كمادات الميه الدافيه؟ هو اصلا في فرق ما بينهم؟ هم في النهايه الاثنين ميه. على فكره في فرق جبار ما بين استخدام الميه الساقعه والميه الدافيه في علاج الالم، لان كل نوع فيهم فوائد معينه وخصائص معينه انت هتستخدمها. فعشان كده يلا بينا نعرف ايه الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في البدايه كده حابب اعرفكم حاجه اسمها العلاج المائي. العلاج المائي ده عباره عن انك بتستخدم خصائص الميه في العلاج، زي مثلا واحد بعد اصابه بالجلطات لا قدر الله، او بعد مثلا بعض العمليات بتلاقي ان في صعوبه ان الانسان ده يتحرك بشكل طبيعي تاني، فبنضطر الاول ناهله في الميه عشان جاذبيه الميه اخف بكتير جدا من الجاذبيه العاديه، لحد ما بيرجع لمستوى نشاط معين، وبعد كده بنرجعه يمشي في حياته العاديه تاني ويمارس كل انشطته بشكل طبيعي. وكذلك الامر استخدام الميه الساقعه او الميه الدافيه هو برضه من ضمن العلاج المائي. فتعالوا نخش على الدش السخن ونعرف بيتكلم عن ايه. امتى استخدم الميه الدافيه او كمادات الميه الدافيه؟ الميه الدافيه بتستخدمها في اول حاجه لو في شد في العضله، يعني مثلا دلوقتي انت في الم هنا وفي شد وعايز تعالج الشد ده، حتى لو جيت تعمل استرتش الجزء ده هتلاقي ان الالم مش يخليك تعرف تعمل الاسترتش، فانك تستخدم هنا كمادات الميه الدافيه على المنطقه دي هيخفف معاك الشد، وهتقدر بعدها تعمل الاسترتش وهيروح الالم. تاني حاجه ممكن تستخدم فيها الميه الدافيه واللي هو لو في تيبس في المفصل. يعني ايه تيبس بقى؟ مثلا لو حد اتكسر لا قدر الله بيلاقي حط نفسه في جبيره لمده زمنيه معينه، شهر او مثلا او حاجه زي كده، وبعدها بيلاقي ان بعد فك الجبيره مش بيعرف يحرك المفصل بشكل طبيعي تاني، فان استخدام الميه الدافيه على المفاصل اللي فيها التيبس ده اللي هو فيها حركه مش كامله بيساعد انك تجيب الحركه بشكل طبيعي وبشكل كامل، بيعجل من الحكايه دي يعني. ثالث حاجه ممكن تستخدم فيها كمادات الميه الدافيه واللي هو خشونه الركبه. خشونه الركبه حدث ولا حرج بقى فيه، بتزيد عند الناس اكتر من الدولار بيزيد، فان استخدام كمادات الميه الدافيه على الركبه اللي فيها الخشونه، فيها الالم الخشونه يعني لفتره زمنيه معينه، ده بيخلي الم الخشونه يقل. رابع حاجه ممكن تستخدم فيها كمادات الميه الدافيه او الميه الدافيه عامه كدش مثلا، او اللي هو كاحماء داخل تمارينك، راح تلعب مثلا النهارده ماتش كوره او راح تعمل استرتشات لجسمك كله عشان تخش تلعب، هتلاقي نفسك محتاج تعمل احماء، فان استخدام الميه الدافيه على الجسم كله كدش او مثلا على اماكن معينه زي الكتف او الرقبه او الدراع او الرجل، ده هيساعدك انك تلعب بطريقه احسن، وكمان هيخلي الشد عندك اقل وهيخلي فيه مرونه في العضله. ابقى استخدم الميه الدافيه قد ايه زمن؟ هتستخدم الميه الدافيه من 10 ل 15 دقيقه على المكان اللي انت عايزه. طب ايه اصلا فوائد الميه الدافيه اللي احنا شغالين نتكلم عليها من الصبح؟ اول حاجه من فوائد الميه الدافيه انها بتزود من الدوره الدمويه، سواء في المنطقه اللي استخدمتها عليها بشكل مثلا محدد او في الجسم كله لو خدت فيها دش. كذلك الامر بتزود حاجه اسمها ماسل فليكسبيليتي اللي هو الليونه او المرونه العضليه، يعني زي ما اتكلمنا على الحوار الشد اللي في المنطقه دي من شويه، وقت ما انت بتستخدمها عليها بتخلي العضله فيها مرونه اكتر، الشد بيقل وتقدر تعمل الاسترتش او تتحرك بدون الم. خلينا نروح بقى ناخد غطسه في الميه الساقعه ونشوف ايه الحوار. الميه الساقعه عكس الميه الدافيه في اغلبيه الاشياء اللي ممكن تستخدمها فيها. الميه الساقعه او ثلج او كمادات الثلج يعني بتستخدمهم في بدايه المشكله، لسه مخبوط لسه متعور لسه في كدمه او في ورم او في الم بعد عمليه معينه، بتستخدم فيها كمادات الميه الساقعه او الثلج. يعني مثلا في بعض العمليات زي اصلاح غضروف الركبه او اصلاح الرباط الصليبي بتلاقي ان في ورم مكان العمليه دي بعد العمليه، فاستخدام كمادات الميه الساقعه بيخفف من الورم ده وبيخفف من الالم. كمان تستخدم كمادات الميه الساقعه او الثلج بعد مثلا التمارين بتاعتك او الاسترتشات عشان تعمل تهدئه كده، خلاص لعبت وعايز تهدي جسمك فتستخدم دش ساقع او ميه ساقعه، وهتلاقي نفسك ارتحت كده وعضلاتك لو كان فيها الم راح خالص الالم. طب استخدم الميه الساقعه ولا كمادات الثلج؟ يفضل انك تستخدم كمادات الثلج، سواء بحاجات معينه زي اللي هتظهر في الصوره دي عندك، او مثلا تجيب الثلج من الثلاجه وتحطه في كيس وتلفه في فوطه وتحطه على المكان اللي انت عايزه. طب استخدم كمادات الثلج او الميه الساقعه لمده قد ايه؟ برضه زيها زي الميه الدافيه من 10 ل 15 دقيقه على المكان اللي انت عايزه او على جسمك ككل. فائده الميه الساقعه بقى او الثلج عكس الميه الدافيه انها بتقلل من الدوره الدمويه، فده بيقلل من الورم لو كان في ورم انت حاطط عليه الثلج، كمان بيقلل الالم لانه بيمنع احساس الالم وبيخليك تحس بس باحساس السقعه اللي جاي منه. طب هل هستخدم حوار كمادات الميه الساقعه او الثلج او الميه الدافيه او الميه السخنه في اي وقت انا عايزه، ولا هو في اوقات محدده بس؟ انت تستخدمهم في الوقت اللي انت عايزه. عايز تهدئ عضلاتك وعايز تقلل الورم وتقلل الخبطات وتقلل الالم اللي لسه حاصل لك، تستخدم كمادات الميه الساقعه او الثلج. لو عايز مثلا تقلل من الم خشونه الركبه، لو في شد عايز تقلله او عايز ترخي اعصابك، هتستخدم كمادات الميه الدافيه او دش كده سخن. بس خلي بالك ان الميه الدافيه اللي انت هتستخدمها دي هتكون ميه دافيه يستحملها جسمك، بحيث انها ما تكونش سخنه زياده عن اللزوم فتلسعك وتاذيك، فالاحسن انك تستخدم الميه الدافيه بشكل يستحمله جسمك. بس ده فيديو النهارده، ما تنساش بقى الدعم للقناه باللايك والشير والسبسكرايب لاول مره تشوف، تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.